إذ يأذن الله بتفريج كربتنا وذلك ليس على الله بعزيز. سوريا التي كانت تطعم العالم، سوريا التي كانت تستضيف العالم، سوريا التي كانت تواسي العالم. هل نسي العالم سوريا والشعب السوري؟ على مدار 12 عاما من قصف ودمار وتهجير وقتل واستباحة دماء الشعب السوري الحر واستباحة حرمات الله سبحانه وتعالى من قبل مجرم بشار الأسد وعصابته القذرة، ولم يحرك العالم كله ساكنا. شاء الله سبحانه وتعالى أن يحدث الزلزال ويسبب بما تسبب به من دمار وألم ووفاة وفقد عدد هائل من الناس في المناطق المحررة. وكالعادة واجه المحرر هذه المأساة لوحده دون أن يرى أحدا بجانبه، ولن يلبي أحد من العالم كله لنداءات واستغاثات الناس العالقة تحت الأنقاض في الشمال السوري المحرر. ألهذا الحد أن نترك حتى في جرح حدث بقدر الله سبحانه وتعالى؟ أن نترك؟ مصابنا عظيم، والله إن مصابنا عظيم جدا ومصابنا جلل. ذبحنا من خذلانكم الله. تركيا دولة بقوتها وعظمتها وحجمها عجزت أمام ما حدث أثر الزلزال وطلبت الدعم من 45 دولة، فنحن في المحرر ماذا نتحدث؟ ألم يرى أحد ما حل بنا؟ ألم يروا؟ لم نستطيع البوح بشيء إلا أن نقول ما لنا غيرك يا الله. الله عز وجل قدر بأن يتركنا وحدنا ليكفلنا وحده سبحانه وتعالى، وحاشا لله بأن يخذلنا ويضرنا، فهو أرحم الراحمين. نحن من 12 عاما نقول يا رب، وما زلنا نقول يا رب. لم نقول يا عرب ويا غرب ويا عالم، فقط نقول يا رب. الله سبحانه وتعالى الذي كفلنا مدار 12 عاما كنا نعيش فيها أصعب المآسي لن ينسانا، وكان رحيم بنا، وحتى الآن هكذا تعودنا. حتى وإن كنا مخضبين بالدماء والجراح نمشي مرفوعين الرأس صابرين محتسبين أجرنا على الله سبحانه وتعالى، ونقول يا الله يا رب ما لنا غيرك يا الله، فأنت أرحم الراحمين.